مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده من وصال برنامج المصريين المغتربين في كافه انحاء العالم. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله 2018 تبقى عام خير ومليء بالسعاده والسلام على بلدنا مصر. حابه ان انا اقول كمان ميري كريسماس لكل الاقباط والمصريين في الخارج. ان شاء الله اعياد ميلاد سعيده باذن الله، وهنبقى معاكم كمان في هذه الاعياد في الحلقه المقبله باذن الله. قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده زي ما تعودنا دايما بنشوف نشره اخبار وصال وبنرجع نقدم لكم مفاجاه كبيره، مفاجاه هتوريكم قد ايه مصر هتفضل يعني في سلام وامان لان ابطالها موجودين على ارضها. نجح الوفد المصري برئاسة السفير عمرو أبو العطا في المساهمة باعتماد قرارين جديدين في مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب. أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال عام. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية قد أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره للبطلة رانيا صابر ابنة وزارة الخارجية بعد أدائها المتميز في بطولة العالم الأخيرة في البرتغال. أكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالرباط إلى أن الثقافة هي أحد الروافد الأساسية التي تربط بين شعبي المغرب ومصر، ويجب دعمها عن طريق تنظيم المؤتمرات الثقافية على مدار العام. واحنا يعني في الايام الماضيه والاسبوع الماضي تحديدا شفنا انتصارات دبلوماسيه رائعه جدا لمصر في المحافل الدوليه. شفنا ما حدث في مجلس الامن واحنا كلها ايام وينتهي دوره مجلس الامن وتواجدنا يعني بشكل غير دائم في مجلس الامن. كمان شفنا التحرك المصري في الجمعيه العامه الطارئه للامم المتحده وما حدث فيها. ايضا هناك قرارات اخرى مصر انجزتها في دورتها لمده عام داخل مجلس الامن. نجح الوفد المصري في اعتماد قرارين، قرار خاص حول مكافحه الارهاب خاص بالاجانب او الارهابيين الاجانب وانتقالهم ما بين دوله ودوله، والقرار الثاني هو عن منظومه المديريه التنفيذيه التابعه للجنه مكافحه الارهاب اللي كانت بترأسها مصر لمده عامين. مكافحة الإرهاب النهاردة هو الملف اللي هنتكلم فيه دوليا وهنتكلم فيه كمان داخليا. معانا النهاردة بطل رائع جدا، كتير مننا ما كانش يعرفه غير بعد 2011. كل اللي كانوا بيسمعوا عنه كانوا يعرفوا ان هو الجندي المجهول اللي بيتصور بس في الميدان بس ما حدش يعرف مين هو. بعد تقاعده عرفناه وعرفنا ان عنده قصص كمان كبيرة جدا، وعرفنا ان هو مدرب ومجهز بأعلى التدريبات العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي. اسمحوا لي ان انا ارحب النهاردة بخبير مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اول مرة معانا في وصال. اول مرة في الشرف يعني وصال دايما بيهتم بالمصريين في الخارج بالظبط، لكن اول مرة بقى هيبقى احد الضباط المصريين اللي اشتغلوا على أرض الواقع وهيقدم لنا روشتة لما يحدث دوليا وأيضا إقليميا وداخليا. حابة أن أنا أبتدي معاك بأهمية القرارات اللي اتخذت داخل مجلس الأمن. أولا نبتدي بقرار الإرهابيين الأجانب. أولا قرار ضبط تنقلات الإرهابيين الأجانب لأن ده تعتبر إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. في حوالي أكثر من 40,000 مقاتل تم من كافة الجنسيات الغربية
تم الحاقهم على تنظيم داعش في اثناء تنقلهم ما بين العراق وسوريا. بعد انتهاء تنظيم داعش بشكل شبه مؤكد او بمعنى صح انعدام نفوذه داخل مناطق السيطره اللي كان مسيطر عليها في العراق وسوريا، اصبحت هناك اشكاليه ل 40,000 مقاتل اين سيذهبون. كان في مصر يعني في تسعينات القرن الماضي عانينا معاناه، الاجهزه الامنيه بالدوله عانت معاناه من تنظيم العائدون من افغانستان وتنظيم العائدون من البانيا، لان دول كانوا مقاتلين تم الحاقهم بالقتال في الاراضي الافغانيه، ثم عادوا مره اخرى الى الدوله المصريه ليمارسوا نفس ما كانوا يمارسونه في الاراضي الافغانيه. بس هناك رصد ليهم هم عادوا للاراضي المصريه بالتاكيد. عندما يعني عادوا انا هذكر هنا التصريح الخاص كان برئيس تركيا أردوغان، ان هو قال ان سيناء ستكون وطن للارهابيين القادمين من العراق وسوريا. بالتاكيد هو ده. هنالك محاولات مستميته لذلك لنقل الارهابيين او معنى صح المقاتلين اللي كانوا موجودين او معنى صح المقاتلين من جنسيات غربيه، لان سواء كان دول الاتحاد الاوروبي بالكامل او الولايات المتحده الامريكيه او اي دوله ينتمي لها هؤلاء المقاتلين لن تسمح بمرور هؤلاء القاتلين وعودتهم مره اخرى الى ديارهم. لان بمجرد عودتهم مره اخرى الى ديارهم يعني ما فيش اي عمل هيقدر يشتغلوا فيه غير مواصله اعمال القتال داخل العمق المدني او العمق السكاني في الدوله التي سيعود اليها. هنالك محاولات مستميته لنقل هؤلاء المقاتلين الى مناطق النزاع والتوتر، اشهرها منطقه او ما صح الدوله الليبيه بشكل ممنهج، واعتقد ان هذا الامر واضح للعيان او واضح لكل من يناقش هذا الملف. او الوجهه الثانيه او محاوله التوجيه الثاني هو شبه جزيره سيناء، وهذا لم ولن يحدث ان شاء الله. كان في تصريح بالمناسبه يعني لرجب طيب اردوغان انه سوف يفتح كل حدود دولته الى عوده المقاتلين ورجوعهم مره اخرى الى ديارهم، بتهديد واضح وصريح الى دول الاتحاد الاوروبي ردا على عدم انضمامه الى مجلس او معنى صح الى رفض انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي مره اخرى. ولكن هذا التصريح ما سرعان ما تم تداركه ونفيه لاحقا رغم انه مسجل صوت وصور. كل هذه الامور دفعت الامم المتحده لوجود او معنى صح قياده مصر لهذا القرار لتبني كيفيه نقل هؤلاء المقاتلين من مناطق النزاع ومحاوله السيطره على هذا النقل. كان من ضمن التوصيات هو استخدام علم البايومتر او المعلومات البايومتريه الخاصه باصابع اليد، بصمات اصابع اليد، بصمات حدقه العين، للتاكد من ان هؤلاء المقاتلين لم ولن يتحركوا الى دول اخرى. دي كانت من التوصيات او من احدى توصيات قرارات اللجنه اللي مصر شرفت برئاستها لمده عامين. معنى ذلك ان هؤلاء المقاتلين عندما ذهبوا من بلادهم الى سوريا او الى العراق في بدايه الازمه كانوا يستخدمون اوراق مزوره او تم تزييف اوراقهم للدخول الى هذه المناطق او معنى صح للهروب من سيطره الاجهزه الامنيه او سيطره السيطره الامنيه على تحركاتهم داخل وخارج. اللي بيأكد كلامك ان احنا شفنا ايضا ضباط مخابرات ينتمون لدول اجنبيه في بلدان يعني بتعاني من الارهاب. وده يعني تحديدا حصل في ليبيا، حصل كمان في العديد والعديد من الدول الاخرى، يمكن كمان احنا في مصر كمان ضبطنا البعض. الكثير والكثير. يعني المخابرات العامه منذ اقل من شهر تم ضبط شبكه كبيره جدا بتديرها ضباط مخابرات اتراك لمحاوله لنقل المكالمات او التجسس على الوضع الاجتماعي للدوله المصريه لمحاوله انشاء او معنى صح محاوله انتاج عمليات نفسيه مضاده تثير الرأي العام أو التأثير على الرأي العام المصري. كل هذه الأمور أو كل هذه التصرفات من أجهزة المخابرات المضادة التي تحاول لسعي للضرب الأمن القومي المصري أعتقد أنها مرصودة. بالشيء يذكر يعني وجدنا ضباط قطريين يحملون العلم القطري داخل الأراضي الليبية أثناء ما يعرف باسم الثورة على النظام الليبي، علما بأن لا توجد لقطر وليبيا أي حدود مشتركة ولا أي مصالح سياسية متضاربة. كل هذه الأمور تؤكد أن إنتاج أو التنظيمات الإرهابية هو عمل ممنهج لتفتيت الوطن العربي وإعادة تقسيمه وفقا للسياسات التي دأبت إدارة باراك أوباما ومن كان يدور في هذا الفلك لتنفيذها على أرض الواقع.
يعني هو استنساخ لوحش يعني دائما ما يعني تتجه لاستنساخه دول زي الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بالقاعدة وبعديها داعش، ثم مش عارفين اللي جاي هيكون فعلا. لكن احنا حابين ان احنا نقول ان احنا عندنا ثروة كبيرة جدا وهي المصريين في الخارج بتعدادهم الكبير وتواجدهم في كافة أنحاء العالم. ماذا يعني من الممكن أن يقدم المصري في الخارج لدعم مكافحة الإرهاب؟ المطلوب من المصريين عامة سواء كانوا في الداخل أو الخارج هو الوقوف بجانب الدولة المصرية. أخطر ما يؤثر على الشعب المصري هو توجيه العمليات النفسية الخاصة بإحباط الروح المعنوية وضرب الثقة وزعزعة الاستقرار في مؤسسات الدولة أو القيادة السياسية للدولة أو القوات المسلحة المصرية. شاهدنا العديد والعديد من المحاولات اعتبارا من 25 يناير أو بالتحديد 28 يناير 2011 العديد من العمليات التي تم تهيئة الرأي العام لإسقاط الدولة المصرية وتقطيع أوصالها. هنا هقف لأن أنت شاهد عيان من داخل الميدان. تأكيد. أنت كنت الجندي المجهول داخل. ليه سموك كده؟ هو الحقيقة يعني احنا لما اتحركنا يوم فجر يوم 29 يناير او معنى صح بعد الانفلات الامني ما يعرف باسمه جامعة الغضب 28 يناير، كانت الاوضاع كلها غير يعني شبه في انهيار للمنظومه الامنيه. فكانت تعليمات بتحرك القوات المسلحه، صدرت لنا التعليمات بالتحرك والانتشار داخل جمهوريه مصر العربيه بكامل لاعاده السيطره ومحاوله وقف نزيف الامني الذي اصاب الدوله في 28 يناير. كان يعني اقدر اقول ان هو كان بدايه تعارف ما بين الشعب المصري وبين القوات الخاصة المصرية، لأن لم يكن القوات الخاصة قبل هذا العهد أو قبل هذا التاريخ معروفة لدى المصريين. فتم يعني هنالك شيء من الاستغراب أن هنالك مصر تمتلك هذه القوات بهذا التجهيز العالي بهذه الإمكانيات بهذا الشكل. فيعني مش هقول لحضرتك ان في معظم الناس ما كانتش مصدقه ان احنا مصريين، كانوا فاكرين ان احنا امريكان اصلا. وتحدثوا معي شخصيا لمده اكثر من دقيقه باللغه الانجليزيه باعتبار ان انا راجل امريكي قادم من امريكا لحمايه الوضع الجبهه الداخليه لجمهوريه مصر العربيه، باعتبار ان مصر وامريكا دوله واحده، وهذا هو الكلام الذي قاله. وبعد ما انتهى من كلامه يعني سالته بالعربي، يعني قلت له خلصت الكلام، فرد عليا رد غريب جدا، قال لي هو انت بتتكلم زينا كمان؟ يعني كان في شبه اقتناع كامل ان احنا مش مصريين. فلحد ما طبعا احنا اثبتنا له بكل الطرق ان احنا كل اللي واقفين او القوى المنفذه كلها او القوى اللي كانت بتحمل. فطلعت من هنا القائد المجهول او الجندي المجهول. بالتاكيد هو الموضوع تحول الى بعد كده الى يعني معظم السوشيال ميديا عملت معاك بقى الواجب. بالظبط، التصوير ونشر الصور، التصوير، بس ما كانش حد يعرف اسمي ولا يعرف اي حاجه، وما كانش كنت مرتدي قناع كمان يعني. فلحد ما الموضوع انتهت الاحداث وابتدت وكنت خرجت من تقاعدت من الخدمه الاصابات وبديت في الظهور الاعلامي، فالناس ربطت ما بين ما تم اثناء احداث 25 يناير والظهور الاعلامي وخلاص وانتهى الموضوع على كده. انتوا يعني كقوات كنتوا كمان بتقوموا بدور كبير جدا داخليا لحفظ الكثير والكثير من الموارد المصريه وليس فقط الامن المصري. مؤخرا انا هتكلم على الارهاب الداخلي، لان الكثير من المصريين في الخارج متصورين الى الان ان احنا لم ننجح في مكافحة الارهاب، ان احنا قدامنا سنين وسنين في هذه الحرب خاصة في سيناء. الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن ان في 3 شهور ان شاء الله هنقضي على الارهاب في سيناء، وبعد هذا الاعلان احنا شفنا حادث مهاجمة مطار العريش. فعاوزة حضرتك وشفنا الحادث ده كمان مسجد الروضة الأول. مسجد الروضة الأول، وبعد كده شفنا كمان ان هذا الحادث جاء بعد تحركاتنا من خلال مجلس الأمن وكمان الأمم المتحدة بشكل عام والجمعية الطارئة للأمم المتحدة. حابة أعرف تفسيرك للوضع الداخلي. هو اولا يخطئ من يظن اننا لم نستطيع ان نكافح الارهاب او عمليات مقاومه الارهاب لم تؤثر. يعني دعني اشرح لحضرتك. اعتبارا من 28 يناير 2011 تحولت سيناء الى مرتع ومأوى لكافه المقاتلين من كل دول العالم باستغلال حاله الفراغ الامني.
لا اريد ان اطيل على حضرتك وادخلك في نظريات، منها نظريه هدم الدوله او اعداد مسرح العمليات اللوجستيكي، لان كل شيء كان مخطط ومدروس ومتقن بدقه، لان استغلال حاله الفراغ الامني، تشوين اسلحه ومعدات وذخائر. يعني يكفي ان اذكر لحضرتك ان العام الماضي او في هذا العام القوات المسلحه دمرت مخزن للاسلحه بطول 3 كيلومتر في عمق 1 كيلومتر، مكدس بالاسلحه والمفرقعات والذخائر. فكل يعني كانت شبه جزيره سيناء بالكامل مسرح ومرتع لاعداد قواعد دوريات لهذه التنظيمات. الان بعد هذه الحرب استطاعت القوات المسلحه وقوات انفاذ القانون ان تحصر اماكن تواجد هؤلاء او تلك التنظيمات المسلحه في مساحه لا تتعدى 1.5% من مساحه شمال سيناء بالكامل. شمال سيناء وليس سيناء بالكامل. ما مش شمال سيناء، يعني ده بقعه في شمال بقعه في شمال سيناء 1.5%. هذه البقعه ما الذي يغل يد القوات المسلحه عنها؟ هو انخراط المدنيين داخل او ما صح انخراط هذه التنظيمات داخل العمق المدني. اكثر من عمليه اجهاضيه للقوات المسلحه تم الغائها حرصا على حياه المدنيين، وخوفا من القوات المسلحه الا يصاب احد باذى او يصاب او يفقد حياته نتيجه للصراع مع تلك التنظيمات. ولكن بعد حادث مسجد الروضه في رايي ان هذه التنظيمات كتبت بيدها شهاده وفاتها. لماذا؟ لان منذ اكثر من 3 سنوات هذه التنظيمات تسعى بقوه الى تصدير عمليه نفسيه كبيره للظهير المدني داخل شبه جزيره سيناء بانهم هم من يحمون ديارهم وهم من يقدمون المساعده، وان الجيش جيش الطاغوت وانه جيش ظالم والى اخره. كل هذه الخرافات كانت تمنهج وكانت تؤكد بذلك بدعم مادي غير مسبوق لكافه المتواجدين او للظهير المدني، محاوله اولا استمالتهم لجانب هذه التنظيمات او تحييدهم وعدم مساعدتهم للقوات المسلحه. ولكن بعد ان قامت هذه التنظيمات باستهداف الظهير المدني، ولكن دعني اوضح لحضرتك ان العرب او المقيمين داخل شبه جزيره سيناء فيما بينهم يعرف باسم حدود الدم، او بمعنى صح حدود الدم ما بين القبائل. هذا الجرم احدث حاله من الاستنفار داخل هذه القبائل وتوحد شبه كامل ضد هذه التنظيمات بالتنسيق مع القوات المسلحه، فاصبحت هذه التنظيمات ليس لها ظهير مدني يحميها. ناتي لتحرك تاني او تحرك يوضح قوه اجهزه المخابرات التي تقوم بدعم هذه التنظيمات، وليست هذه التنظيمات تسعى او ما صح تعمل بشكل عشوائي، لكن هنالك من يديرها وهنالك من يملي عليها او ما صح يمدها بمعلومات دقيقه موقوته. نشاهد حادث محاوله اغتيال السيد وزير الدفاع وزير الداخليه. هذه كل الشواهد تؤكد ان رصد حركه المطار كان تم رصده بالاقمار الصناعيه، وتم اختار التنظيمات المسلحه بوجود شخصيه ما موجوده. كل هذه المعلومات لا يمكن لاي تنظيم ان يحصل عليها الا بمعاونه اجهزه مخابرات عندها رصد دقيق وموقوت. ثم بعد هذه المنطقه تحديدا، هذه المنطقه تحديدا انا منطقه مؤمنه تامين شبه كامل يعني. حتى نوع السلاح اللي تم استخدامه وطريقه يمكن السلاح اشير ان هو قادم يعني او تم الاستيلاء عليه من ليبيا اثناء الفوضى الليبيه، وتحديدا السلاح اشير ان هو روسي. هو سلاح روسي فعلا، هو صاروخ مضاد للدبابات كورنيت، ولكن ليس من ليبيا، لان بقول لحضرتك ان هو يعني الاراء ذهبت ان هو تم الاستيلاء عليه ولكن المنظومه نقل الاسلحه القوات المسلحه سيطرت عليها كامل بغلق الانفاق، ولكن لا يمكن السيطره على البحر. قد يكون هذا التسليح او هذا التسليح والاعداد والتنفيذ والتجهيز بهذه السرعه والدقه العاليه ردا على ما تحركت به السياسه المصريه قبل هذا الحادث بيوم واحد. السياسه المصريه احرجت السياسه الامريكيه، اظهرت بتربط ما بين ما حدث في مجلس الامن وبين هذا الحادث؟ بالتاكيد بالتاكيد، لان لم يحدث ان تذكر مندوبه الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده وتذكر يعني بشيء من الوضوح ان لم يسبق الولايات المتحده ان توجه لها اهانه مثل الاهانه التي تم توجيهها لها هذا اليوم. اجماع 14 صوت ضد فيتو واحد امريكي، احنا كنا منتظرين الفيتو عارفين ان هو قادم، لكن
الاجماع ال 14 صوت هو اللي كان انتصار لمصر رائع جدا. بالتاكيد، ثم بالك بعد ذلك 128 دوله. فيعني اعتقد ان الامر كان واضح ومحسوم. من الذي قاد هذه العمليه؟ هي السياسه المصريه صاحبه السبق وصاحبه القوه والنفوذ والتاثير على الوضع. في تغير ملحوظ جدا في السياسه تجاه الارهاب وملف الارهاب دوليا من قبل مصر والقياده المصريه. ابتدى من كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض، القمه العربيه في الرياض. فهو يعني هنا ابتدينا نحس ان احنا عندنا معلومات زيادة شوية عن باقي الدول أو الدول المجاورة عن ملف الإرهاب وتمويل الدول لهذا الملف. بالتأكيد يا فندم. فهنا ده أنا عاوز أعرف حضرتك تصنيف الدول دلوقتي اللي احنا عارفينها وأشرنا إليها، لكن في أيضا دول إلى الآن تمول ولم يشير إليها ضدها قرار أو يتخذ ضدها أي قرار. أولا هو كافة الدول التي كانت تدعم التنظيمات الارهابيه وتمدها بالسلاح وتمدها بالمعدات وتمدها بالامكانيات وتمدها بالمعلومات، واضح عيانا بيانا انها دولتي قطر وتركيا. استطاعت السياسه المصريه ان تظهر قضيه قطر امام الراي العام العالمي وامام الراي العام العربي، وتم اعلان هذا الامر بشكل سياسي قوي بدول مقاطعه لهذه الدوله التي تسعى دائما لمحاوله بسط نفوذ سياسي زائف على المنطقه العربيه، باعتبار انها دوله لا قيمه لها سياسيا ولا قيمه لها جغرافيا. هي لا اكثر من امكانيات ماديه ضخمه لا تستطيع ان توجهها الا في محاوله تفتيت الوطن العربي. اقول لك السؤال بطريقه ثانيه، هل انت بترى في تصريحات دونالد ترامب وايضا مندوبه الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده ارهاب دولي؟ بالتاكيد يا فندم. هو هنا مش ارهاب دولي، هو ارهاب دوله. في فرق ما بين الارهاب الدولي والارهاب لا، ما هو ارهاب لباقي الدول. لا، هو ارهاب الدوله هو الذي تمارسه الولايات المتحده الامريكيه، وواضح جدا ان من سيصوت لصالح القرار سوف يتم قطع المعون عنه، وهنا يعني هذا التصريح يعرف في علم السياسه باسم ارهاب الدوله. انا باطلق تصريحات من شانها التاثير على قرارات سياسيه للدوله، اي دوله ايا كانت، ولكن ورغم هذه التهديدات فشلت هذه التهديدات وصوتت الدول كلها بقياده جمهوريه مصر العربيه او السياسه المصريه. دعني يعني اكمل لحضرتك ما تم او ما صح ملف تدعيم الارهاب. ماذا الان بعد ان يعلم العالم تماما، او معنى صح مجلس الامن وكافه دول العالم ودول الاتحاد الاوروبي تعلم تماما بالصوت والصوره وكافه الادله الدامغه القاطعه تورط النظام القطري فيما حدث في ليبيا، تورط النظام القطري فيما يحدث في مصر، تورط النظام القطري فيما يحدث في سوريا. ماذا كان القرار؟ صمت دولي امام هذه الدويله، رغم ان كل الدول الاوروبيه والامريكيه تعلم تماما وتدرك تماما انها تملك ادله على تورط هذه الدوله في دعم هذه التنظيمات. فالشرعيه الدوليه ليست كافيه لمكافحه الارهاب الان. بالتاكيد ده اللي بيتقال، يعني ده اللي الواقع بيقوله لنا. بالتاكيد يا فندم. لا يوجد مكافحه الارهاب الا اذا اتفقت المصالح، واعتقد انه لا يمكن اتفاق المصالح مع كل الدول، لان اولا ظاهره الارهاب بدات في ستينات القرن الماضي بشكل حركات ثوريه، ثم تطورت وتناقلت عبر الزمن الى اصبحت سلعه تباع وتشترى، واصبحت تستخدم في مناطق تضارب المصالح او مناطق النزاع والنفوذ. شاهدنا ما حدث في افغانستان، محاوله السيطره على الدب الروسي، دعم المقاتلين الافغان، انشاء، ثم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في افغانستان ظهر 17 فصيل افغاني كلهم يتناحرون فيما بعضهم البعض، ثم بعد ذلك تم انشاء واعداد وتجهيز وتمويل تنظيم القاعده لتنفيذ مهمة معينة. بعد ما انتهت هذه المهمة وتم التخلص من أسامة بن لادن، ظهر أيمن الظواهري وهو ليس بقوة أسامة بن لادن، فتم إقصاء أيمن الظواهري من الساحة. لم نعد نسمع لأيمن الظواهري أي صوت. ثم ظهر الوحش الجديد أو النتاج الجديد أو المنسلخ من تنظيم القاعدة أو اللي هو تنظيم داعش. ودعيني أدلل لحضرتك أكثر من مرة أو أكثر من 4 أو 5 6 قرارات او معرض 6 بيانات لوزاره الدفاع الامريكيه البنتاجون بتذكر ان الطائرات اخطات بالقاء اسلحه ومعدات لمقاتلي داعش عن طريق الخطا، وهذا الكلام فيه استخفاف. لا، مؤخرا بقى
الأقنعة يعني سقطت وظهر الوجه الحقيقي. يعني حتى أثناء الانتخابات الأمريكية صرح من قبل دونالد ترامب ان يعني اوباما كان يعني حريص جدا على داعش وعلى تواجد داعش وامدادها كمان بالسلاح. فالاقنعه سقطت خلاص. بالتأكيد. احنا دلوقتي بندور على المنطقه العربيه وما يحدث في المنطقه العربيه، لان واضح جدا ان احنا مش المراد لينا ان احنا نهدأ والمنطقه تبقى في سلام. الواضح ان احنا هنفضل في الصراعات دي كثيره جدا، والجهود علينا كمان كبيره قوي. يعني احنا شفنا مؤخرا ما يحدث ضد مصر والتهديدات بقطع المعونة. شفنا كمان ان الاشقاء السودانيين بيتكلموا على حلايب وشلاتين وترسيم حدود. شايفين كويس قوي المهاجمة الشرسة للعلاقة المصرية الامريكية على الجرائد الاسرائيلية. احنا محاطين بخلاف طبعا ما يحدث في ليبيا. فاحنا اصبحنا دلوقتي محاطين والدايره بتغلق. فازاي ممكن ان احنا نحتفظ بالامن والسلام الداخلي على الاقل، وبعد كده ندور كمان على امن وسلام منطقي؟ هو اولا يعني انا لاني اوضح لحضرتك، هو كلمه السيد رئيس الجمهوريه في كل المحافل انه بيشير الى وحده الشعب المصري، وما مؤخرا في افتتاحات الخاصه دائما ما يكرر وحده الشعب المصري. لان منذ حرب اكتوبر 73 واثبت للدوله الاسرائيليه او من يقف وراء اسرائيل او من يقف من وراء اي عدو للدوله المصريه انه لا يمكن مواجهه المصريين عسكريا. لا يمكن، باعتبار ان حرب اكتوبر 73 كانت من الحروب القاطعه الفاصله التي اظهرت معدن العسكريه المصريه، واظهرت ان احنا قادرون على تغيير الموقف سياسيا وعسكريا رغم قله امكانياتنا. اذا شاهدنا الدوله الاسرائيليه تنفق 16.4 مليار دولار على التسليح، والدوله المصريه تنفق 4 مليار دولار على التسليح، ورغم ذلك نحن نحتل المركز العاشر عالميا كقوه قوات مسلحه متقدمه ومتفوقه عن الجيش الاسرائيلي. تتخيلي ان هذا الامر يكون بالساهل او يترك بالساهل؟ لابد من محاوله اضعاف الدوله المصريه بكافه الطرق والوسائل، محاوله خنق الدوله المصريه عن طريق الاتجاه الليبي، محاوله تسلل من والعمليات اللي يعني بيحاولوا ان هم يعملوها بالاختراق وتهديد الامن بالتاكيد. يعني بقول لحضرتك في شهور قليله 12 عربيه دفع رباعي محمله بالاسلحه والذخائر والمفرقعات يتم ضربهم بالقوات المسلحه المصريه اثناء محاولتهم اختراق الحدود. معنى كلمه 12 عربه مدرعه محمله بالاسلحه والمفرقعات، قد يكون او بمعنى صح بعض المفرقعات يصل الكيلو جرام منها ل 10,000 دولار. معنى كده ان السياره الواحده توازي مليون دولار. 12 مليون دولار في شهور قليله، من الذي يستطيع ان يدفع مثل هذه الاموال ولماذا؟ وما هو الهدف من ذلك؟ ثم بعد ذلك محاوله من الاتجاه منابع النيل، محاوله بناء سد النهضه ومحاوله التاثير على الامن المائي والامن القومي المائي المصري، ثم بعد ذلك تصدير الارهاب في شبه جزيره سيناء. كل هذه الامور وثم الوضع في السودان والى اخره. من لا يرى ان الدوله المصريه في حاله حرب في كافه الاتجاهات، فانا انصحه باعاده النظر في الامر مره اخرى. لان الامر انت اشرت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن في كلمته في الافتتاحات الخاصه ب يعني مشاريع التنميه في قناه السويس ان هو قال اهم حاجه الاصطفاف الداخلي، ان احنا كلنا نكون ايد واحده. بالتاكيد، لان زي ما قلت لحضرتك لا يمكن فت عرض الشعب المصري. هو ده التهديد الحقيقي. بالتاكيد. واخطر ما يكون لهذا التهديد هو نشر كل ما هو محبط للروح المعنويه، كل ما هو سلبي، كل ما هو فيه تشكيك في اي انجاز تقوم به القوات المسلحه او اي انجاز تقوم به السياسه المصريه. نشاهد الان السياسه المصريه الان تقود العالم في قرار ضد قرار ترامب، واعتقد ان السياسه المصريه وحدها هي التي قادت هذا القرار، او معنى صح قادت هذا التجمع او هذا التحرك الدولي على الجهه وده بشهاده على فكره الجرائد الامريكيه بالتأكيد. ان هو التحرك المصري هو من قلب عليهم بالتأكيد. العالم ضد هذا القرار. بالتاكيد. ونشاهد دول اخرى لم نشاهد منها غير يعني اصوات لم تتعدى الحناجر وشعارات رنانه وتصريحات عنتريه بلا قيمه ولا فائده. فاذا هنالك تاثير
دولي لمصر على دول العالم بالكامل، تأثير داخل مجلس الأمن، نشاهد حرب مستعرة من الإرهاب على القوات المسلحة والشرطة لمحاولة إسقاط الدولة والتصدي لهذه الظاهرة بشكل قوي جدا. بعض الخبراء بيشوفوا ان وتيرة الإرهاب هتتصاعد في يعني الشهور القادمة، بما ان احنا كمان داخلين على انتخابات رئاسية، فمن الممكن والجائز ان احنا نتعرض لمزيد من الهجمات الإرهابية. بالتأكيد وهو كان هنا يعني كلام السيد رئيس الجمهورية في خلال 3 شهور يتم السيطرة على الوضع الأمني داخل شبه جزيرة سيناء. وانا اقول لحضرتك هو لا يمكن لدولة في العالم ان تنتهي من الارهاب تماما، لان الارهاب عدو لا يمكن التنبؤ بتحركاته. اعتى الدول الامنية فرنسا، يعني رغم ان اذا شاهدنا مثال هجمات باريس كان السيد رئيس الدولة الفرنسي يحضر مباراة كرة قدم والمذيع يعلن ان المباراة تجري تحت استحكامات امنية نظرا لتوقع الحدوث هجمات ارهابيه، وحدث الهجمات الارهابيه. معنى ذلك ان كان هنالك معلومه دقيقه موقوته واستنفار تام للشرطه الفرنسيه وتواجدهم على الارض، ورغم ذلك نجحت العمليات الارهابيه. وهكذا في الولايات المتحده. في دول العالم يعني حدث لاس فيجاس في الولايات المتحده الامريكيه، اسبانيا، موسكو. يعني لا يوجد دوله في العالم مهما بلغت ترسانتها الامنيه او قدرتها الامنيه ان تمنع تماما او تقضي على ظاهرة الإرهاب. طيب هنشوف مع بعض قصة نجاح لأحد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي قدر بعلمه إن هو يتحدى الكثيرين ويصبح علامة من العلامات المتميزة جدا من علمائنا في الخارج. نشوف مع بعض قصة النجاح ونرجع نكمل حوار. الدكتور نادر حنا المصنف كواحد من أفضل 10 جراحين في جراحة الأورام بالعالم، تخرج من كلية طب جامعة عين شمس، ثم سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته. واجه الدكتور نادر حنا العديد من الصعوبات في بداية طريقه ليصبح أحد أهم الجراحين في أمريكا والعالم، وحصل على جائزة أفضل أطباء السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية. نادر حنا هو أحد الأطباء المتخصصين في إجراء الجراحات المعقدة مثل جراحات الأورام السرطانية بالمستقيم، وكغيره من الطيور المهاجرة، فإنه لم ينسى بلاده يوما، ففي زيارته لمصر يجري الكثير من العمليات لخدمة أبناء شعبه. من لندن، من قلب العاصمة البريطانية، بنجوب شوارع لندن بحثا عن قصص نجاح المصريين بالخارج. مصر دي في دمنا يعني. وزي فاكر بابا شنودة الله يرحمه لما قال مصر بلد يعيش فيه، مش احنا بنعيش فيه. ايوه، يعيش فينا في الداخل يعني. مهما اتغربتي ومهما بعدتي دايما مصر في دمك. حاجات بتساهم في الألفة والمحبة بين أبناء الجالية، حاجات بنتعامل فيها مع مصر زي مشروع هدوم العيد اللي بنعمله كل رمضان ونعمله في الكريسماس. مهما كانت المسميات احنا ان شاء الله بنقوم بيها كل سنة.
طبعا دي حاجة مشرفة ان يكون في جيل جديد كده بيشتغل، حتى الناس هنا عمالين يقولوا دي حاجة مشرفة انهم احنا شايفين الناس دي متحمسين وعندهم علم وعندهم قابلية وعايزين يعرفوا اكتر وعلى مستوى عالي. دي حاجة جميلة جدا وبنسمعها من جامعات كتيرة، بس لازم يعني احسن تمثيل لمصر. حاجة جميلة جدا. الأمل عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد ولا شاف النيل سهران الشجر ولا سمع مواويل في ليالي القمر أصله ما عداش على مصر. يعني احنا واحنا بنتكلم يعني حابين يعني سيادة العقيد حاتم ان احنا نتكلم عن حماية بقى العقول المصرية سواء في الداخل او الخارج من التطرف ومن الارهاب، ان انت تقدر تقنع حد بفكرة متطرفة وتجتذبه خاصة من الشباب. ده اصبح موجود جدا مع انتشار طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. بالتاكيد السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي من اخطر اساليب التجريد وغسل العقول والترويج للافكار الهدامه. شاهدنا منذ اكثر من 3 أو 4 سنوات تجنيد الشباب واجتذابهم لتنظيم داعش. شاهدنا اكثر من حادثه تم للاسف على مناطق على صفحات التواصل الاجتماعي اشخاص الصق تهمه الاختفاء القسري بهم، ثم نجدهم بعد ذلك يقاتلوا في صفوف داعش ويتم القضاء عليهم وتصفيتهم. كل هذه الامور. كلمني اكتر، انت خبير دولي، فكلمني اكتر عن اساليب التجنيد الحديثه اللي ممكن ان انا اقع فيها فريسه بدون علم. اولا يعتمد اسلوب التجنيد رقم 1 على اول مرحله في مرحله الفرز. مش كل الناس بتروح لمنطقه التجنيد. يعني ايه؟ انت بتكتب لك على موقع، بتخش موقع بتلاقي حاطط لك سؤال. السؤال ده هل انت راضي على سياسه الدوله ام راضي او غير راضي على سياسه الدوله؟ تشاهد مثلا التحركات او بمعنى صح رايك في هل مصر قادره على القضاء على الارهاب ام لا؟ احنا بنشوف الاستفتاءات دي على معظم مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ايضا مواقع اعلاميه. بالتاكيد مواقع اعلاميه كبير. فيتم الرد من هنا. بيجي الدور للفرز، بيتم جهاز او مع صاحب مسؤول عن تجنيد الافراد بيفرز الردود، بيشوف مين اللي رده متوافق مع الفكره او معنى صح متوافق مع ان انا ادخل معاه في نقاش واحاول اقنعه. النقاش بيكون بالحجه وباعتماد على حقائق وادله، ولكن للاسف هي حقائق وادله مزيفه من جانب واحد. فيتم فتح حوار. هذا الحوار المؤداه او الغرض منه هو تاكيد وجهه نظرك اللي انت كتبتها على التعليق. فالشخص بيلاقي نفسه بيسحب او بمعنى صح بيسير في اتجاه كلام مدروس ومتقن ومدعم بادله، في اتجاه الفكر وجهه النظر المتبناه بشان رايه في موضوع ما. ويتم توسيع هذه العلاقه عن طريق الكلام او عن طريق المسجات، المحادثات، الرسائل. او انا يعني اخش بقى اقول له انا مؤيده رايك. بالظبط. فيبتدي هذا الحوار يعني. بالظبط. انا مؤيد لرايك، انت شايف ايه؟ فيبتدي يتكلم معاه. بعد كده يبتدي يكلمه في مسائل فقهيه، مسائل دينيه. فالطرف اللي كاتب التعليق اعتقد ان هو بيكون ضعيف ثقافيا دينيا، فيبتدي يديله بعض الآراء الفقهية وبعض الآيات القرآنية والأحاديث المزيف تفسيرها أو المزيف معناها. فبيجد الشخص نفسه أمام طريق اللا عودة فكريا، فينخرط في هذا الفكر ويجد نفسه في الآخر تحول من شخص عادي إلى شخص متطرف فقط. دي وسيله. وسيله. دي وسيله واحده. وسيلة. لا مش هتضحك عليا. لا انا هقول لحضرتك. فهي دي وسيله واحده. انا عايز اقول لحضرتك في شخص متطرف وشخص ارهابي.
مش كل متطرف ارهابي. ده معروف. المتطرف هو صاحب الفكرة. المرحله اللي ما قبل التنفيذ الى عمل مسلح، او ما قبل التنفيذ الى جريمه. فهنا بيتم يعني بيكون قدام بس في ايضا تجنيد بيتم عبر المال بالتاكيد، او استغلال كمان الظروف الاقتصاديه. يعني اقول لحضرتك هو في دوافع للارهاب، والدوافع الارهاب دي دوافع فرديه ودوافع وطنيه ودوافع دوليه. الدوافع الفرديه باختصار هي انا اولا ممكن بستغل الخلل النفسي، شخص عنده مشاكل نفسيه فانا بسحبه ناحيتي. ده الدوافع النفسيه. دوافع فرديه عندي دوافع الحرمان المادي والاقتصادي، انا مش لاقي فلوس، مش عارف اعيش، مش شايف ان في مستقبل، فانا بدفع لك فلوس، الفلوس دي بتخليك تروح تنفذ اي حاجه. مش بالضروره هنا انك تنفذ اي حاجه بنفسك، يعني مع صح اللي بيتعامل او مع صح بيتم تجنيده على بدافع ماديه عمره ما يروح يفجر نفسه او يلبس حزام ناسف، هو مجرد فلوس بياخدها بينفذ اللي عليه، وعمليه في الثانيه في الثالثه اصبح محترف لهذا الامر. ثم الدافع الثاني الفردي والدافع العقائدي، اكلمك من ناحيه الدين واقول لك ان الدين هو الدين بيقول والى اخره، والجيش الطاغوت والتتار، واسحبك في حتت مسائل فقهيه. ده دور اللي او بمعنى صح اللي بيجند او اللي بيفرز ان هو يشوف الشخص ده مدخله منين، من سواء كان دوافع نفسيه او طيب عشان احنا بنختم خالص في 30 ثانيه، ايه اللي انا ابقى حريصه واحذره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نحذر من الدخول على اي موقع مشبوه، ونراجع نفسنا في الكلام. الشخص اللي بيكلمني او الاستفتاء اللي موجود ده، حاول تسال نفسك الاستفتاء ده غرضه ايه؟ ايه الغرض منه؟ يعني موجود راي او كلام مكتوب، ايه الغرض من هذا الاستفتاء؟ الحاجه الثانيه تتحقق من هذا الموقع ده مين اللي كاتبه؟ وايه الغرض منه؟ وهل هو في صالح الدوله المصريه او ضد الدوله المصريه؟ سواء انت كنت مؤيد للدوله المصريه او معارض للسياسه المصريه او معارض للدوله المصريه، بس ما تنساش ان انت مصري. بمعنى صح اي كلمه هتكتبها محسوب عليك. واعتقد ان في دول كثيره جدا في العالم عندها الامن القومي رقم 1 وتتعامل بصرامه ومنها الدوله الفرنسيه. لا يمكن لشخص فرنسي ان يكتب كلمه على صفحات التواصل الاجتماعي فيها هد للدوله الفرنسيه او تدعيم للمنظمات الارهابيه، مثل ما يحدث مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي في مصر او في بعض الدول العربيه. بعض الدول العربيه تستخدم قوه القانون بالقاء القبض على من يكتب اي كلام او يكتب اي تصريح، ولكن احنا هنا مش هنتبع هذا الاساليب، ولكن اعتمادنا كله على الله سبحانه وتعالى اولا، ثم على رفع الحس الوعي الامني المصري القومي. نحن مصريين ودي بلدنا، وما ينفعش نكون ضد بلدنا حتى لو كنا معارضينها. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة العقيد حاتم صابر، شكرا لوجودك معانا، وهنستفيد منك كخبير دولي في مكافحة الإرهاب أكيد في حلقات كثيرة جدا قادمة. مشاهدينا يعني نترككم في أمان وسلام، ودائما على وصال، نلقاكم بخير بإذن الله.